ابلكيشن 1 اكس زفت، ابلكيشن قمار عليه مئات الملايين من العرب وبيخسروا مليارات كل يوم. هو مبدئيا كده ادمان القمار لا يقل خطورة عن ادمان المخدرات. هتخسر فلوسك وعيلتك واصحابك وشغلك وصحتك، هيبقى عندك قلق طول الوقت، هيبقى عندك اكتئاب طول الوقت، هيبقى عندك خوف وفزع، هتصحى بالليل تلعب بالابليكيشن عشان تتأكد هتكسب ولا خسرت، ولا هتنعزل عن الناس وتاخد جنب لوحدك. والمصيبة الألعن ان في جزء كبير جدا من اللي بيلعبوا اللعبة دي اطفال تحت ال 18 سنة، اللي هو المفروض قانونا ما ينفعش يلعب لعبة زي دي. خد بالك ان اللعبة دي حتى لو كسبت فيها انت خسران، هتكسب هتكون عايز تزود، وهتخسر هتكون عايز تعوض، وهتخسر برضو كمان. في دراسة اتعملت في لاس فيجاس على 4222 واحد بيلعبوا قمار. عارفين كام واحد منهم كسب فوق ال 150 دولار؟ 7 من 4222. يعني ما تقوليش اصلا انا هكسب، مفيش حاجة اسمها كده. انت في كل الحالات حتى لو كسبت هتكسب فلوس حرام. اقسم بالله العظيم انا اعرف واحد خسر 200,000 جنيه النهارده ماشي بيكلم نفسه. انا بطلب من كل الحكومات العربية قفل الاي بيهات بتاعت الابليكيشنز دي. وانت يا حبيبي امسح الابليكيشن ده من عندك فورا، مش محتاجه كلام يعني. ولو تعرف حد بيلعب اللعبه دي انصحه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، وخليك وراه لغايه ما يبطل اللعبه دي، وخليك